السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احلى متابعين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا جدا، من اجمل الوصفات واسهل الوصفات. وصفتنا النهارده وهي الدونتس، وازاي نعمله باسهل طريقة جدا وبكل اسراره وتكاته. تابع معايا الفيديو وان شاء الله هتطلعي باحسن نتيجة باذن الله. وهنقول مع بعض ازاي نعمله بطريقة سهلة جدا، من غير قطاعة او بالقطاعة، بكل اسراره وبتكاته، وبيكون هش جدا جدا، وازاي تحفظيه لكذا يوم معاكي. اول حاجه كده معايا هنا كوبايه ونص لبن، تقدري تعملي كوبايه وربع بس لو انت خايفه الدقيق بتاعك يحتاج او ما يحتاجش. تمام، انا كده خدت كوبايه ونص. هاخد معلقه كبيره من الخميره الفوريه، حوالي 10 جرام. انا كان معايا كده ناقصه شويه فزودت باقي الخميره. ومعلقه ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار سكر. وهنقلب ده كله كويس جدا مع بعض. في حاجة خطوة مهمة جدا جدا، لو انتي مش متأكدة من الخميرة بتاعتك او خايفة تكون مش مظبوطة، ما تحطيش اللبن على الخميرة. اختبري الخميرة بتاعتك بره خالص بمعلقة صغيرة من السكر ونص كوباية مية دافية. الحليب يكون دافي معانا، ما يكونش سخن جدا عشان ما يبقاش الخميرة بتاعتك. بعد كده معانا الدقيق، معانا هنا نص كيلو من الدقيق. ننخله كويس، كل ما بتنخلي الدقيق بيكون كويس. الدقيق يكون متعدد الأغراض. تقدري كمان تشيلي معلقتين كده من الدقيق وتضيفي مكانهم معلقتين نشا بديل الدقيق. ده بيخليه برضو محسن حلو جدا جدا للدقيق بتاعي. وبنضيف بيضة، وطبعا ده فيه بيض يبقى فيه فانيليا. بنضيف كده معلقة صغيرة من الفانيليا، او تقدري تضيفي معلقة فانيليا سايلة. ومعايا هنا معلقة كبيرة من لبن بودر، لو موجودة. مش موجودة خلاص مفيش اي مشكلة خالص. وكمان تقدري تستبدلي المية اللبن اللي احنا حاطينه او الحليب بمية، مفيش اي مشكلة خالص. وبنضيف معلقة خل. الخل هنا بيشيل الزفارة بتاعة البيض، وكمان بيعتبر محسن حلو جدا جدا، اللي بيدينا طراوة مع البيكنج باودر للدقيق او للدونتس بتاعنا. بنضيف هنا معلقتين كبار من الزبدة السايحة. تقدري تسيحيها، او لو هي موجودة عندك بحرارة المطبخ تقدري تضيفيها، مفيش اي مشكلة. بعد كده بقى بنقلب الخليط معانا ده كله مع بعضه لحد ما يتكون مع بعض كده وتجانس مع بعضه. وبعد كده هضيف معايا هنا الخليط بتاعنا اللي هو عبارة عن السكر والخميرة واللبن. تمام. لو انت خايفة من الدقيق بتاعك، مش متأكدة من مقاديرك بالظبط، تضيفي تدريجي. يعني ما تضيفيش كل اللبن بتاعك، ضيفي بس كوباية واحدة. وبعد كده لو احتجت النص التاني ضيفيه تدريجي واحدة واحدة للدقيق. ولو قدر الله يعني لو انت ضفتيه ولقيتي العجينه بتاعتك بقت طريه قوي قوي وساحت معاكي وبتلزق جامد، ضيفي معلقتين دقيق، مفيش اي مشكله خالص، مش هتاثر معاكي نهائي. تمام. باذن الله المقادير مظبوطه جدا، هيطلع لك الدونتس بتاعك خطير هش جدا ما شاء الله. العجينه بجد حلوه قوي قوي. اهم حاجه في الدونتس بتاعنا تخدمي العجينه وتعجنيها كويس جدا جدا. طبعا انا بعجن على السريع، انت بقى هتعجني واحده واحده كده لحد ما يوصل معاكي العجينه زي ما هنشوفها بالظبط. بعد كده بعد ما بتتكون كده بتاخديها وتقلبيها كده كويس وتخدميها كويس لحد ما يوصل معانا عجينه طريه، بتكون يعني طرية قوي قوي. ويعني التلزيقة بتاعتها تكون خفيفة، مش بتلزق قوي، عشان تقدري تخبزيها او تفرديها او تشكليها زي ما انت عايزة. شايفين العجينة ما شاء الله ناعمة وهشة وطريقة حلوة جدا جدا معاكي، وتشوفي بايدك كده مفيش اي تلزيق ولا اي حاجة ولا بتلزق في الايد، وفي نفس الوقت طرية وناعمة قوي قوي معانا. بعد كده بنجيب هنا معلقة زيت كده وبنفرش كده في الارض الطبق بتاعنا، وبنحط الزيت وبنقلبه كده، وبنمسح برضو على العجينة بتاعتك. تحط العجينة وتمسحي كده على العجينة. بعد كده بنغطيها ونسيبها في مكان لما تدفى دافي لحد ما تتخمر معانا. وبعد كده نرجع نشوف مرحلة التشكيل مع بعض ان شاء الله. معانا هنا العجينة بعد ما خمرت بالشكل اللي معانا ده كده. شايفين العجينة في منتهى الجمال، الخمر بتاعها كويس جدا. هي بتاخد حوالي ساعة او اكتر على حسب المكان بتاعها دافي او بارد، وخصوصا ان احنا في الشتاء فبتاخد وقت اطول شوية. بالشكل اللي معانا ده كده. التشكيل بقى تقدري تفردي العجينة كلها وبعد كده بتقطعيها زي ما تحبي، او ان انتي بتكوريها كده قرص صغيرة كور صغيرة وبعد كده بتخبزيها. انا بفضل ان انا نكور كده العجين ونقطعه وبعد كده نشكله زي ما احنا عايزين، بتبقى اسهل ليكي. وكمان بيبقى العجينة كلها شكل واحد وشكلها حلو جدا ومظبوطة معاكي. احسن بكتير من الفرد. بنرش شويه دقيق كده وبنبدا نقطعها كور صغيره كده،
طبعا التشكيل على حسب رغبتك، تكبري او تصغري زي ما انت عايزه. تمام، انا بعملها كده حوالي 50 جرام بالشكل اللي معايا ده كده، ولحد ما اخلص بنفس الطريقه، ونرجع تاني نشوف التشكيل ازاي بدون قطاعه، هيطلع معاكي زي الفل وممتاز ان شاء الله. هنحتاج بقى هنا معانا هنا القطاعه بتاعت، هنحتاج القطاعه بتاعت الدونت. طبعا لو موجوده، مش موجوده هقولك على البديل بتاعها. تمام، اول حاجه كده القطاعه هنحتاج شويه دقيق كده معانا، هنعفرها بالدقيق كده، نحطها في الدقيق وهنبدا نستخدمها. تمام، هقولك بقى اول طريقه انت تقدري ان انت تجيبي كده الكرة بتاعتك، وهتيجي من النص كده وهتبدأي من النص كده اهو بالشكل ده كده 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 بس، مش محتاجة اي قطعة، مش محتاجة اي حاجة خالص. وهنسيبها بقى تخمر مرة تانية بالشكل ده كده، هتطلع معاكي زي الفل. عندنا هنا بقى ورق ابيض، اي ورق عندك، ورق زبدة او ورق اللي هو ده باش ده، او اي ورق عندك موجود. تمام، هتحطها بقى كده وتسيبيها تخمر تاني، ترصها على صينية عشان تخمر معاكي مرة تانية ان شاء الله. تمام، فايده الورقه هنا ان احنا ما بنيجي نشيل الدونت بتاعنا، ما بتشيليش منها الخمر بعد ما بتخمر مره بعد كده، فما بتشيليش منها الخمر، فبيبقى ايه، بيفضل الخمر بتاعها بتحتفظ بيه، فبتفضل نافشه كده زي ما هي، وده من عوامل نجاح الدونت بالشكل اللي معايا ده كده. دي اول طريقه. طلعت معايا ان احنا هنخبز الكوره بتاعتنا او القرصه بتاعتنا كده، حاجه بسيطه خالص. احنا عايزين العجينه بتاعتنا تبقى بسمك سنتي. تمام، بالشكل ده كده، ما تبقاش رقيقه عشان تطلع معاكي مظبوطه وتطلع ايه، حلو بالشكل اللي معايا ده كده. وهبدا كده اعفر قطعه الدونت معايا بالشكل ده كده في الدقيق، وهبدا اضغط عليها كده تدينا الدونت بتاعتنا، طبعا على حسب الحجم بتاعك. وهتاخدي بقى تشيلي البابلز ده، البابلز ده حبه تسيبيه زي ما هو كده مفيش مشكله، مش حابه هتلميه كله وتقوريه وبعد كده تخبزيه مره تانية، بس هو بيبقى جميل جدا وشكله حلو يعني مش وحش. بنفس الطريقه كده هناخد ايه كده على الورقه بتاعتنا، وهنجمعها ونسيبها كده لحد ما تخمر مره تانية نفس الطريقه. هعمل لكم كمان واحده بنفس الطريقه، هنيجي من النص كده ونبدا كده بنفس الشكل كده اهو، بس بكل سهوله، ما خدتش معانا اي وقت خالص، وفي ثواني، ولا محتاجه اقطعها ولا اي حاجه، بتطلع معاكي مظبوطه. ورقه ونحطها كده وتطلع معاكي زي الفل. الطريقه اللي بعد كده، لو انت ما عندكيش قطاعه هتعملي ايه، هتخبزي برده كده القرصه بنفس الطريقه كده وبسنتي. تمام، وطبعا انت لو عايزه تكبري الحجم عن كده تمام، مش عايزه برده براحتك. عندنا كده غطا ازازه، وعندنا طبعا اكتر حاجه الغطيان بتاعتنا بتاع الازازه بالشكل ده كده بكل سهوله خالص. هنعفرها برده في الدقيق كده، هنيجي كده في النص ونضغط قوي، هتيجي معاكي بنفس الطريقه ونفس الفكره. اهم حاجه ان انت تعفريها في الدقيق. تمام، دي البابلز بتاعنا الصغيره اهو، وهي بنفس الطريقه اهو. هكمل بقى بنفس الطريقه ونرجع تاني مع بعض نشوف طريقه التسويه مظبوطه جدا، وكمان التزيين بتشكيل طريقه حلوه. ده كان شكله بعد ما خلصنا الخبز بتاعه، بنسيبه يخمر. هو بالفعل لما بتخلصي بيكون خمر، شفت شايفين الكميه ما شاء الله، كميه كويسه جدا جدا. هنسيبه بقى نغطيه ونسيبه يخمر تماما، كل ما بيخمر معاكي كل ما بيديك نتيجه افضل بكتير. تمام، هسيبه ونرجع تاني مع بعض نكمل باقي الفيديو. ما شاء الله بعد ما خمرت شايفين الجمال والحلاوه بتاعته. عندنا هنا بقى الزيت يكون زيت سخن، ما يكونش زيت مغلي. بنختبر كده بالخله، حاجه بسيطه خالص. تلاقي عملت رفيع تحت كده مش حواليها كده، تمام. زيت سخن، شايفين بقى ما شاء الله فايده الورقه زي ما احنا شايفين كده، بننزلها كده بالراحه بتبقى زي الفل. الخمر بتاعها تمام، ما بياخدش اي حاجه معانا زي ما احنا شايفين ما شاء الله.
ممكن تنزلها في الورقه عادي خالص وبعد كده تشيلي الورقه، مفيش اي مشكله. ما تحاوليش تكتري كتير في القلايه. تخليها تاخد كده 5 دقايق او 10 دقايق تتشمع وبعد كده تقلبيها. والخطوه دي حلوه جدا جدا ومهمه جدا في نجاح الدونت بتاعنا. فايدة الخطوة دي ان ما بيخليش يديكي طبقة كده او فقاعات في قلب الدونتس بعد ما بيتخمر او بعد ما بيتحمر معاكي او بياخد اللون الذهبي بتاعه. بنسيبه كده بعد ما بنقلبه الخطوة دي لحد ما يتحمر معانا، وبعد كده بنقلبه على الجنب التاني بالشكل ده كده. بالنسبة للخط الابيض اللي ظاهر معانا ده، علشان يبقى معاكي مظبوط ويطلع كويس، ده بيجي من نتيجة الزيت بتاعنا. لازم يكون الزيت دافي مش سخن، يعني بعد كل مرة ومرة بتشيلي الزيت تركنيه او ترفعيه على النار. شايفين الجمال؟ بجد هش جدا جدا من جوه طري وزي الفل. بعد كده بتجي مرحلة التزيين وبنشوف بقى التزيين بالشكل اللي يعجبك. طبعا ده كان شكل النهائي معانا زي ما احنا شايفين. طبعا التشكيل او التزيين بيرجع لحسب رغبتك. ده شوكولاتة بيضة والشوكولاتة كلها شوكولاته خام بتسيحيها وبعد كده بتحطي عليها معلقه زيت عشان تبقى ايه ناعمه معاكي بالشكل ده وبتلمع. وبعد كده الشوكولاته البيضاء تقدري تحطي عليها اللون فبتخليها اللون البينك ده. وشوكولاته في المصير والشوكولاته وشيبس الشوكولاته اللي هو البني ده طبعا زي ما انت تحبي. بطريقه سهله جدا وبسيطه وعملنا كميه حلوه. وده كده اللي احنا حشيناه بالشوكولاته برده زي ما احنا شايفين كده. بتفتحي كده فتحه صغيره من هنا كده وبعد كده بتبداي تحشيه. وهنا كده البابلز بتاعنا بيبقى عامل زي بالظبط اللي هي البقلاوه بالشكل ده كده. حطيته عليه سكر وقرفه ورشه صغيره كده من الشوكولاته زي ما احنا شايفين كده للتزيين بس مش اكتر. وتقدري تحشيه مربى، تقدري تحشيه كاستر اللي هو ده. تقدري تحشيه مربى او كاستر او اي حاجه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.